السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض برومو العروسة اللي كان في بنوتة طلبتها وانا وعدتها ان انا هعملها لها بعد شغل رمضان. هنشوف مع بعض العروسة ونشوف هنجيب ايه ونحضر ايه علشان نشتغل مع بعض. العروسة قمر قوي، فستانها حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله هطلع لكم لايف قبل رمضان علشان افرجكم على الزينة وهي متعلقة وبتنور. الزينة اللي احنا عملناها على ورشة، على جزئين على القناة، من بواقي خرز. ما بتتكلفيش حاجة. بواقي الخرز اللي عندك بتجيبيه وبتعملي منه نجمة، هلال، فانوس مجسم. عندك 4 موديلات على القناة للفوانيس الصغيرة اللي هي عملناهم ميدالية. دول بيتعملوا برضو وبيتحطوا، بتجيبي بس هو فرع النور، اي فرع نور مهما كان حجمه، صغير كبير، موجود عندك في البيت، اي حاجة. وما تكلفيش نفسك وتطلع عندك احلى زينة محدش عملها ولا حد حطها، وهتبقى حاجة جديدة كل اللي هيشوفها هينبهر بيها. يلا كل سنة وانتم طيبين. زي ما قلت لكم هطلع لكم لايف واصور لكم الزينة كلها اللي انا عاملاها، وتتفرجوا عليه وهو مطفي وهو بينور، وتشوفوا شكله وتشوفوا قد ايه هو جميل وقد ايه شكله روعة. مع بعض بقى هنبتدي مع بعض برومو العروسة، وهنعرف تفاصيلها ونعرف كل حاجة عنها. واستنوني في ورشة العروسة الجديدة ان شاء الله هتعجبكم. رجعنا لكم من تاني يا بنات. ايه رأيكم في القمر ده بقى؟ ايه رأيكم في الفستان؟ وريكم تفاصيله. فستانها روعة كلها على بعضها كده، جميلة بجد. ده موديل كانت بنوتة بعتهولي زي ما قلت لكم وصممته. ان شاء الله هنبتدي الورشة بتاعته على بركة الله. اتفرجوا كده على الفستان داير ما يدور كده، شوفوا جماله، شوفوا قد ايه الفستان قمر قمر قمر. روعة بجد. عايزين نعرف بقى مع بعض ايه الادوات اللي احنا هنحضرها عشان نعمل للعروسة القمر دي. على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دي العروسة ومقاسها، هي طويلة هي زي ما انتوا شايفين. العروسة دي الخرز بقى بتاعك لونين. انا كنت عاملة البرومو مط، هنعمل الورشة مع بعض شفاف زي ما انتوا شايفين، لونين. عايزين خيط، ده مقاس 60 عشان تبقى منشية كده وجامدة. مقصك بقى البنز بتاعك، وابدعي بقى واشتغلي واعملي احلى عروسة. ايه رأيكم في الالوان؟ بس الالوان تحفة ازاي. طبعا ده مستورد، ده عالي قوي ده، والذهبي لونين حلوين قوي لايقين حتى على شعر العروسة. ايه رأيكم يا بنات؟ حلوة مش كده؟ يا رب تكون عجبتكم. هنبتدي مع بعض هنعملها على اجزاء برضو عشان هنشتغل واحدة واحدة بالراحة علشان نقدر نصمم الفستان صح، وتبقى كل تفاصيله معاكي صح، ما يبقاش فيه، لان هو ايه لازم بالعدد. يعني انا افهمك الاعداد علشان تشتغلي صح، وعلشان شكل الفانوس سوري شكل العروسة يجي معاكي
بالمنظر ده، لان هو على رأي البنوتة اللي بعتت لي، هي بنوتة شاطرة، قالت لي هو يا طنط هو لعب في الالوان، بس هو العدد احنا محتاجين نفهم احنا هنشتغل ازاي وايه العدد بتاع الالوان علشان نشتغل صح. فهو عشان نشتغل صح يبقى احنا لازم نشتغل بشويش، فهنعملها مثلا على ورشتين على اساس ان احنا ايه نشتغل صح، والاعداد تيجي معانا صح، ورسمة الفستان بتاعتك تيجي معاكي بالطريقة الصح دي الحلوة دي. تفاصيل العروسة حلوة وفستانها رائع جدا، بس هو عايز تركيز، ونمشي مع بعض واحدة واحدة زي العروسة اللي عملناها في الصندوق. هنمشي مع بعض واحدة واحدة علشان نشتغل صح، وعلشان الورشة تبقى سهلة عليكم وما يبقاش فيها أي لخبطة، تبقى بسيطة بمعنى أصح. يا رب تكون العروسة عجبتكم. طبعا اللي عايزة تزين فيها تحط اكسسوارات هنا، تحط على الحلق، تحط أي حاجة. هو انا بصراحه ما لقيتش الحاجه بتاعتي، مش عارفه حطيتها فين، انما انا بحط يعني المفروض بحط اكسسوارات في الودان، بعملها كحلق، بعمل لها هنا زي عقد، كل ده بمسدس الشمع، بحط لها هنا زي اسوره. ممكن تحطي الورد هنا، بس انا ما رضيتش احط عشان تفاصيل الفستان يبقى باين ليكم. هو ده موجود بس انا ما حطيتش عشان تفاصيل الفستان بس يبقى باين ليكم. ف يعني ايه ابدعي بقى زي ما اتفقنا، يعني انا اديك الفكره وانت بقى ايه بذوقك بقى وابداعك بقى، ابدعي زي ما انت عايزه، زودي زي ما انت عايزه، المهم ان الفستان عندك مظبوط. فانت بقى بعد كده اكسسواراتك اي تفاصيل بعد كده انت براحتك. يا رب تكون العروسه عجبتكم، وان شاء الله تكون ورشه بسيطه وسهله عليكم. هنبتديها مع بعض ان شاء الله تباعا. انا بس مش عايزه منكم غير ما تنسوش اللايك، ويا ريت اللي يدخل على القناه ويدخل على الفيديوهات، يا جماعه كملوا الفيديوهات للاخر، كملوا الفيديوهات للاخر. حتى لو انت قلت لكم قبل كده في فيديو، لو انت مش هتشتغلي العروسه هتاخدي فكره معلومه في النص. انا ازاي ابتدي عروسه، ما انت ممكن ما تعمليش نفس الموديل، انت عايزه تعملي موديل تاني، فانا عرفت اساسيات، انا هشتغل اساسيات ازاي، انا هعمل ايه، انا لما احب اعمله منفوش هو انا هعمل ايه، المفروض اعمل غرزه ايه، المفروض اعمل سطر ايه. يا جماعه خدوا المعلومات على بعضها زي ما احنا كنا بنعمل زمان اول ما ابتدينا، تاخدي معلومه على معلومه على معلومه، في الاخر انت بتبقي استاذه بقى بعد كده، انت اللي بتصممي وانت اللي بتعملي وانت اللي بتعرفي كل التفاصيل. يعني في بنوته كانت بعتالي تقولي انا بعرف اشتغل وعملت 3 شنط قبل كده، بس انا يعني بتعمل ورا ورش، انا نفسي اتعلم ابص للموديل واصممه واعمله من غير ما اعمل ورش. حبيبه قلبي مش هينفع الكلام ده كله غير بالخبره وبالممارسه، تشتغلي كتير، تبص تفتحي فيديوهات كتير، تتفرجي، تعرفي معلومه من هنا على معلومه من هنا على معلومه من هنا، تشتغلي كتير عشان مع الشغل والممارسه انت بعد كده عينك بتلقط، بتعمل الشغل على طول من غير ما ترجعي لحد. انما كل ده بيبقى بالممارسه بالشغل مش بالكلام. مش هديكي حصه هتفهمي يعني انت تصممي، لا، كله بالممارسه. وان شاء الله كلكم تبقوا اساتذه، وربنا يوفقكم جميعا. واستنوني بقى في ورشه العروسه القمر دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.